اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند. وبما اني عملت فيديو عن اسوأ افلام نتفليكس ل 2026 فاليكم قائمة على السريع جدا فيها افضل 4 افلام من انتاج منصة نتفليكس لسنة 2026 حتى الان. والافلام دي بتثبت لنا ان لما نتفليكس تجتمع بكاتب محترم ومخرج متمكن ونجوم بجد بتقدر تطلع لنا حاجه تستاهل وقتنا. فنخش في موضوعنا على طول بفيلم المركز الرابع في القائمه، وهو فيلم ابيكس. فيلم ابيكس هو فيلم اثاره وبقاء، فيلم سرفايفل بجد، من اخراج بالتسار كورماكور ومن بطوله تشارلز سيرون وتارون ايجرتون. وقصه الفيلم بتتكلم عن لعبه زي توم اند جيري كده، ولكن دي لعبه قط وفار مش عاديه، ولكنها لعبه مميته داخل الاجواء البريه الاستراليه اللي من اقصى ما يكون. وده فيلم من الافلام اللي بتكتشفها بالصدفه يا صديقي، فتلاقي نفسك بتشوف حاجه ما كنتش تتوقع انك ممكن تشوفها اصلا. وده طبعا راجع ان منتجين الفيلم ما عندهمش قوه تسويقيه كافيه تخلي الجمهور يعمل ضجه على الفيلم ده، ولكن الفيلم ذاته جواه متعه مش طبيعيه، لانك لما تشوف الفيلم بتلاقي حرفيه حقيقيه في الاخراج والتصوير. وكمان الفيلم استقبل نقد ايجابي جدا، لانه هيعيشك حاله جيده جدا في اجواء من الاثاره والتوتر وسط مناظر طبيعيه مش طبيعيه في جمالها. فالفيلم ده لو ما سمعتش عنه قبل كده فيستاهل انك تديله فرصه. والمركز الثالث معانا في القائمه فيلم ريماركابلي برايت كرييتشرز، فيلم درامي مؤثر جدا من بطوله سالي فيلد ولويس بولمان مع فويس اوفر الفريد مولينا، واللي كان بيلعب شخصيه اوكتوبوس اسمه مارسيلوس. فكره الفيلم على الورق كده هتلاقيها فكره غريبه شويتين، واحده ست عجوزه بتكون صداقه مع اخطبوط في اكواريوم، ولكن تنفيذ الفكره ذاتها كان مؤثر جدا وهيديلك كميه مشاعر مش طبيعيه. وكمان الفيلم واخد تقييمات عاليه بنسبه 90% من الجمهور و81% من النقاد على موقع روتن توميتوز، وده رقم عالي جدا بالنسبه لفيلم نتفليكسي في المقام الاول. ولكن فيلمنا حقيقي في اداء تمثيلي قوي جدا وبيدي لك رساله امل حقيقيه بدون اي ابتذال او اي تصنع. فده فيلم مناسب جدا لو انت جاي مرهق وعايز حاجه تدي لك احساس بالطمانينه. ونخش في المركز الثاني معانا في القائمه، وهو فيلم زرب. فيلم زرب هو فيلم جريمه واثاره من كتابه واخراج جو كارنهان ومن بطوله مات ديمون وبين افليك، وتكلفه الفيلم ده 100 مليون دولار يا حبيبنا. بس كده انت مستني تعرف ايه تاني؟ روح اتفرج على الفيلم ده بسرعه دلوقتي حلا. لا تعالى يا صاحبي بهزر. قصة الفيلم بتتكلم عن فريق مكافحة مخدرات في ميامي، وبعد ما واحدة من أفراد الفريق ده بتتقتل بيبدأ التحقيق يكشف لنا إن مش كل واحد في الفريق ده نظيف زي ما بيبان، وكل واحد فيهم مخبي حاجة محدش يعرفها عن التاني. كتابة سكريبت الفيلم ده فيه لمسة شخصية حقيقية، لأن المخرج أصلا مستوحي القصة من تجربة صديقه اللي كان رئيس مكافحة المخدرات في ميامي. والكيمياء بين أفليك ومات ديمون واضحة من أول مشهد تتفرج عليه على الفيلم. والسكريبت حقيقي فيه التواءات ذكيه جدا، وده خلى النقاد يوصفوا الفيلم بانه فيه ايحاءات ناجحه جدا لنوعيه افلام الشرطه اللي مش دايما بتطلع رجال الشرطه كانهم الساده الافاضل على الكوكب. الكاتب هنا بيبين لك الجزء القذر من رجال الشرطه بكل جراءه ووضوح. صحيح في نقاد قالت على الفيلم ده ان النص فيه بيبدا يضعف في النص التاني من الفيلم، ولكن الاداء التمثيلي هنا بيسند النص ويخلي الفيلم متماسك طول الوقت. فلو بتحب افلام الاثاره والجريمه الكلاسيكيه فالفيلم ده ما ينفعش يفوتك. ونيجي للمركز الاول معانا في القائمه، وهو فيلم بيكي بلايندر زي مورتال مان. اهدى شويه، انا عارف ان الفيلم واخد تقييمات سلبيه، ولكن الفيلم مش سيء والله. فيلم عمل افضل نهايه ممكنه لتوماس شيلبي، وكيليان مورفي قدم فيه اداء متماسك جدا ومتزن للشخصيه، وفرش كمان لسلسله اخرى من افلام عصابه البيكي بلايندرز بشكل عبقري وغير متوقع. مين كان يقدر يتوقع ان دوك هو اللي هيكمل السلسله؟ اصلا سلسله بيكي بلايندرز كلها دوك ما كانش ليه نصيب كبير منها. وانا مش محتاج اقول لك قصه الفيلم ده لان جاي من اشهر سلسله كل الناس حبتها واشادت بيها. ولكن اللي جاي اقوله لك ان الفيلم مش بس بيتكلم عن بيكي بلايندرز، ولكن ده تخليد لذكرى ضحايا الحرب العالميه الاولى وتاثير الحرب على الجنود والمحاربين القدامى، وبيستمر في استكشاف اثر الحرب على تومي شيلبي وعالم البيكي بلايندرز كلهم. فالفيلم طلع منه اداء تمثيلي عبقري، خصوصا شخصيه دوك اللي مش عاجباكم دي. وبس كده يا صديقي، دول افضل 4 افلام من نتفليكس شفتهم لغايه دلوقتي. فلو عندك افلام شفتها من نتفليكس كانت تستحق انها تكون موجوده في القائمه فياريت تكتب رايك في الكومنتس. وهنا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.